الرجاء. قبيله كنا كنتحدثوا لان غادي نتكلموا على الديربي. السي محمد فاخر راه ما خرج حتى واحد، ما خرج حتى لعاب، ماشي هو اللي خرج اللعابه. قال لنا في لقاء مباشر وعاود قال لنا عاوتاني احنا غادي نستمعوا لكل الأطراف بعد لحظات، ولكن قبل ذلك 66 سنة كاينه وثيقة اللي كتقول على أن فريق الرجاء فكانت التأسيس ديالو نهار 19 ماي 1949. وهذه الوثيقة كاينه عند بن عبادجي في البيت ديالو. بن عبادجي خدينا من عند الأولاد ديالو هذه الوثائق اللي هي أمامنا الآن، واقتربنا أيضا من رفيق بن عبادجي، واحد من الأبناء اللي هو راجل الآن هو مسن، تقدم في السن ديالو. بن عبادجي من مواليد 16/6/1908 وتوفى نهار 3/6 في نفس الشهر أيضا، توفى 1983. نعم سي محمد، أنا كنشوف الآن هذيك الوثيقة هي وثيقة تاريخية أكيد قديمة جدا، ولكن في نفس الوقت فهي تؤرخ لميلاد وتأسيس فريق كبير من حجم الرجاء البيضاوي. يعني تضاربت الآراء وتضاربت كذلك الأخبار حول تاريخ التأسيس، ولكن الآن فهو ما هو مثبت لدى المؤسس ديال الفريق بن عبادجي من خلال هذه الوثيقة هذه المخطوطة بخط اليد، تؤكد على أن التأسيس كان في 19 والميلاد يوم 20 من شهر. واستمر بن عبادجي الله يرحمه في تسيير فريق الرجاء حتى 1964. كانت واحد الفترة فقط، ولكن نمشيو عند الابن ديالو رفيق بن عبادجي. مشينا للبيت ديال بن عبادجي باش هكذا نقلوا ماشي فقط تبقى غير الكلام هكاك كل واحد يقول اللي بغى، نمشيو للمصادر. مرحبا السي رفيق بن عبادجي، حنا سعداء اننا نمشيو للبيت ديال اول رئيس لنادي الرجاء الرياضي. أستاذ، وكنشكروا المستمعين والمستمعات ومرحبا بالجميع. حنا سعداء باش نقتربوا من الراحل بن عبادجي من خلال الأبناء ديالو. يعني حتى الآن مرت سنوات كثيرة من 1983 من اللي رحل حاج بن عبادجي أول رئيس حتى الآن، ولكن كبقات شي أشياء اللي هي غامضة. أولا نمشيو الوثيقة ديال البلدية الفرنسية كتبين يعني التاريخ ديال فاش تسلمت الوثيقة، وكتعتبر هذاك هو اليوم الميلاد الرسمي. واش كاين اللي تيقول 20 مارس، كل واحد واش تيقول؟ لا، هي لتصحيح الجميع التاريخ بالضبط هو 19 مارس 49. وهذه الوثيقة موجودة كاينة فيها 19 مارس ديال البلدية، ديليفري بار مسيو سيلفريد اللي كان ممثل ديال الفيدراسيون الفرنسيز هنا في المغرب. نعم. وثم هذا المقر فين كان ديك الساعة اللي جات فيها هذه الوثيقة؟ كانت سيدي 8 زنقة ريدا بيسيني في كارتي كارلوطي، دار الخلوطي. يعني الراحل كان بإجماع ديال اللاعبين وكل شيء باش يلقاو الحل مع الفرنسيين، كان الحل هو الحاج بن عبادجي، لأن حيث كما كتعرفوا في هذيك الفترة كانت الشروط الأساسية هذا كان خاص باش الرئيس خصو يكون حامل جنسية فرنسية، والوالد كان ديك الساعة عنده جنسية جزائرية وفي نفس الوقت كان فرنسي وكان عنده الأوراق ديالو فرنسيين، ولهذا باش تحت ليه باش ترأس هذه المسألة هذه ودار فريق الرجاء، دار عليها رأس فريق الرجاء رئيس ديال الفريق. وفين كانوا كيتلاقاو ديك الساعة؟ فين كانوا؟ كان الوليد عنده مقهى ديالو، فهمتي، كانت عنده مقهى ديالو تما في هذا ريدا بيسيني، كانوا كيتجمعوا تما هو وبعض الأصدقاء ديالو اللي كونوا هذا الجروب ديال هذا الفريق هذا، والأغلبية ديال الوقت كانوا كيجيو للدار عندنا درب كلوطي زنقة 8 الرقم 24 والرقم 26 جوج ديالنا اللي كانوا عندنا تمايا، كانوا الأغلبية كيجيو للدار كيديروا شي عشاء ولا يديروا هذا شي مناسبة ويتجمعوا وداك الشيء حتى تأسسوا هذا الفريق
حتى ولاو كيتجمعوا في كل شيء عندنا في الدار. هاد الناس كانوا جيران ديالكم ولا كانوا اصدقاء؟ هادو كل شيء ناس وطنيين كانوا كيخدموا البلاد ديالهم وداك الشيء، وكانوا كيريحوا عند الوالد في القهوه وكانوا كيتجمعوا معاه وداك الشيء. اصدقاء ديالو تعاونوا بعضياتهم. القهوه فين كانت؟ كانت في ريو دافيسيني نيت، في زنقه ريو دافيسيني. كانت مقابله مع واحد الساكا كاينه في ريو دافيسيني، كانوا تما عندهم ما بقيتش نذكر الرقم ديال المقهى، ما المكتب كان في النمره رقم 8، ولكن المقهى كانت شويه فوق منه، كان تما فين كانت عندهم المقهى عند الوالد، كانوا كيريحوا عندهم. اذا ملي يتجمعوا كيقلبوا على الصرافيق، كيقلبوا على السميه، كل واحد كيقول اش هاد السميه غادي نختاروا، ربما بغاو يديروا القرعه، ربما كانوا تجمعوا بغاو يديروا الاسم، وكانوا هذا ريحوا بعضياتهم قالوا كل واحد فينا غادي يعطي جوج ديال السميات، كل واحد فينا غادي يعطي جوج سميات. ناض واحد من الناس كل واحد عطاش سميات وداك الشيء، وفي الاخر ما اقتنعوش لان السميات كل واحد كيقول هذا. فاذا به جا واحد فيهم قال لهم، كان انسان ريحاني مسكين الله يرحمه، كان كيدوي بواحد الطريقه اداب وبالعربيه وفصحى وهذا داك الشيء، وقال لهم دابا ما توصلناش نخليو هذا الشيء حتى من بعد وداك الشيء. وقال لهم الرجاء في الله. ومن قالوا ها هي الاسم، ها هو الرجاء، علاش غنمشيو نقلبوا على الرجاء؟ الرجاء هي هذا الاسم، ومن هنا تخاد الاسم ديال الرجاء. والسي الريحاني الله يرحمه هو اللي كان من الناس اللي ذكروا هذا الاسم هذا. الوالد الله يرحمه كان تيحكي لكم يعني كيفاش كانوا تيمولوا الفرقه، شكون اللي كان تيعاون شويه، كان في النقابه، كانوا هاد الناس هادو كاع كلهم هاد الناس اللي مكونين المكتب وداك الشيء، منهم هذا السي الريحاني ومنهم كاع الناس يا زرقان والناس كلهم وداك الشيء، كل شيء كيعطي من جيبو، كل شيء كيأدي من جيبو، كل شيء فهمتي. كاين الناس خدموا هذا، وهذيك الساعه كتعرف ما كاين لا سبونسور، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين والو، الناس اداو من جيوبهم. الناس كاين اللي باع المحلات ديالو، كاين اللي باع هذا وخسر على الرجاء وهذا، ومن تما باش يعني تاسس الفريق. عاد الوالد الله يرحمه السي حاجي بن عباجي مشى جاب البرجيكو. البرجيكو كان مقلق شويه مع الوداد، طلع من باب الرخاء من المدينه القديمه، طلع لدرب السلطان. هو دابا المجيء ديال البرجيكو كان من بعد ما فريق الرجاء طلع القسم الوطني الاول، فهمتي. وكان هذيك الفتره كان الابجيكو عنده بعض النزاعات مع فريق الوداد وداك الشيء، وكان مشى الوليد الله يرحمه مشى عند الابجيكو، ريح معاه، هضر معاه وداك الشيء، واتفق معاه وهذا، وجابوه من تما جابوه للرجاء. جا لعند الرجاء، خدم مع الرجاء وعطى للرجاء وضحى مع الرجاء، وفهمتي خدم شي ذاك السنوات الاولى بدون اجر. خدم السنتين الاولانيه خدمها بدون اجر، خدمه ما خدت حتى ريال في السنتين الاولانيه، ما خدت حتى ريال. وهذاك السيد الله يرحمه كان كيخدم من بعد ما ولا كيتقاضى الاجر ديالو وداك الشيء، كان الفلوس ديالو اكثريه الاغلبيه الساحقه ديال الفلوس ديالو كان كيخسرها على اللعابه. إذا الراحل حاج بن عباجي سير الفريق رئيس حتى ل 64. اييه الوليد الله يرحمه كان بقى حتى ل 64. كانت واحد الفتره بين 60 و 62 كان الوليد بتراضي مع الناس ديال المكتب وداك الشيء. كان دارسي العشفوبي دارو هو اللي خدا الرئاسه حتى اتفاق بعضياتهم وداك الشيء. وهي ديك فاش كان السي العشفوبي هز الفريق وداه الرجاء لعب مع واحد ما فوهران واحد المقابله وديه. ومن بعد عاوتاني عاود رجع الوالد، ولان كانت في ديك الساعه كتعرف القانون اللي كان ديك الساعه كانوا اللعابه هما اللي كينتخبوا على الرئيس وداك الشيء. وكانت اللعابه كاملين تقريبا كلهم اللعابه القدام وداك الشيء كلهم كان عندهم واحد فهمتي عندهم واحد المحبه كبيره ديال الوالد وداك الشيء. وهذا كان كيعزيز عليهم الوالد وداك الشيء، كانوا ديما كينتخبوا عليه هو كرئيس وداك الشيء. وثم مشاو خداو الملعب اللي كان ديال اليسام ولا ديال اللوز هذاك. اما هاد القضيه ديال الملعب ديال اليسام ولا اليسام ما غادي نكليش نقول لك فيها لان ما خديتش عليها شي هذا فهمتي. هذا يمكن كاين السي بوجمع الكادري كيتكلم على هذا الملعب كيفاش مشاو خداوه. ثم كان واحد المجموعه ديال اللاعبين بحال سعيد غاندي حميد بايج هادو اللي كانوا صغار ولكن الجبينيه البدنيه ديالهم والسن ديالهم ولكن 16 عام ولا بغاو يلعبوا مع
مع الكبار كيخصهم واحد الرخصه طبيه. هي كان سي بهيج حميد ديك الساعه كان عنده 16 عام وكان لعاب كبير، كانت عنده مؤهلات كبيره، وكان فهمتي وكان كيحسوا بالله هذاك اللعاب محتاج عليه الفريق الاولاني وداك الشيء وهذا، ولكن كانت الحل الوحيد باش يمكن هذاك اللعاب يمارس في الفريق الاول كان خاصهم يديروا له واحد الشهاده طبيه وداك الشيء. وكان هزوا الوالد وداه ودار له هذه الشهاده الطبيه وداك الشيء باش يمكن لعب المقابله ديال الفريق الاول. ونفس الشكل بالنسبه لسعيد غاندي حتى هو كانت عنده 16 عام وداك الشيء، وباش يمكن ليه يلعب ثاني مشى الوالد دار له شهاده طبيه وداك الشيء